كثير منا يظن عند مشاهدته لملك المغرب محمد السادس أنه رجل كبير في السن، وربما يعتقد البعض أنه فوق 70 أو حتى 80 عام بسبب بنيته الجسدية ونحافته الشديدة، ولكن هذا غير صحيح إطلاقا. فمحمد السادس ما زال شابا وفي عمر 59 عام فقط. فما هي أسباب تدهور حالته الصحية والتغييرات الكبيرة في كل مرة يظهر بها؟ وما هي أسباب غياب ملك المغرب المتواصل والمتكرر عن الأحداث العالمية كمؤتمر الجامعة العربية ومؤتمر روسيا للدول الإفريقية الذي أقيم مؤخرا؟ الملك محمد السادس هو ملك المغرب منذ العام 1999، وهو ملك محبوب جدا من شعبه، وهذا ما نشاهده في دفاعهم عنه ضد أي أحد يتكلم عنه بسوء في السوشيال ميديا. وفي الآونة الأخيرة زاد قلق المغاربة على صحة ملكهم بشكل كبير جدا، وكان هناك الكثير من التكهنات والشائعات عن حالته الصحية. ففي المرتين الأخيرتين التي ظهر بهما ملك المغرب هما الأولى في حفل إطلاق المصنع المغربي لتصنيع سيارة مغربية 100%، والثانية هي قبل عدة أيام في خطاب العرش، حيث بدا أكثر نحافة عن أي وقت مضى. فما هي حقيقة ما يحدث مع ملك المغرب؟ بحسب صحيفة الموندو الإسبانية، فإن الملك المغربي يعاني من مرض الساركويد، وهو اضطراب في الجهاز المناعي يهاجم أي عضو في الجسد، وقال الأطباء عنه أنه في أغلب الأحيان يهاجم الرئتين والقفص الصدري، وأحيانا يشعر المريض بتعب شديد والشعور بالضعف وفقدان الوزن بشكل كبير، ويشمل أيضا احمرار العينين وضعف في الرؤية. وعن الحديث عن ضعف الرؤية، ففي حفل مصنع السيارات رأينا ملك المغرب يرفع نظارته الشمسية ليستطيع الرؤية بوضوح داخل السيارة المعروضة، ويقال أن هذا المرض لا علاج دائم له بل مجرد تخفيف من حدته. ولا ننسى أيضا إصابة ملك المغرب بالكورونا قبل عامين وتدهور حالته الصحية أكثر. السؤال الأهم: هل يعاني ملك المغرب محمد السادس من مرض يهدد حياته؟ من الصعب تحديد مدى خطورة مرضه، لأنه لا يوجد أي تصريح رسمي عن ذلك، ولا حتى تأكيدات عن أنه يعاني المرض التي ذكرته الصحيفة الإسبانية. وكان آخر ظهور له يدل إلى مدى تدهور حالته الصحية، وهذا ما يقلق المغاربة كثيرا، حيث يخشون من زعزعة استقرار المغرب ويأملون أن يتعافى الملك في أقرب وقت ممكن، لأنه معروف مدى حب المغاربة لملكهم محمد السادس.